السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير مع فيديو جديد. اليوم ان شاء الله نحضر معكم البسطيله بدون ورقه، غير بواحد العجين سحري اللي تيجي الصراحه زوين. انا متاكده لا جربتوا هذا العجين هذا غادي ينال الاعجاب ديالكم. غير ما تبخلوش علينا بلي لايك وبالبارطاج فضلا وليس امرا منكم. شكرا لكم. ندوزو نشوفوا الطريقة تحضير هاد البسطيلة بدون ورقة، غير بواحد العجين سحري، وحقا عجين سحري يستحق التجربة. غير ما تبخلوش عليا باللايك وبالبارطاج فضلا وليس امرا منكم. وبقاو معايا باش نشوفوا الطريقة والكيفية ديال التحضير مع مع هاد البسطيلة هذه بسطيلة الكذابة. غير بالعجينة. بلا ما نشدو النوبة على الورقة، يعني خصنا نقولوا الورقة ديال البسطيلة نقولوا لا وداعا. تجي هاد العجينة هذه سحرية حقا تستحق التجربة. ندوزو نشوفوا الطريقة ديال التحضير، وبسم الله على بركة الله. عندي هنايا 500 غرام ديال الدقيق الابيض. غادي نضيف غير راس ديال معلقه ديال الخميره المعجونه، يعني غير راس، غير واحد بحال هكا، بحال غير راس ديال المعلقه. غادي نضيف هنايا واحد الكاس ديال الفينو. يمكن لكم تستغناو عليه الا ما كانش عندكم الفينو، يمكن لكم تخدموا غير بهذا بالدقيق الابيض. يعني ضفت هنايا 500 غرام ديال الدقيق الابيض مع كاس ديال الفينو هي 600 غرام. العبار بالكاس ديال العنبه. غادي نضيف الخميره، الخماره ديال هذه ديال الحلوى. وغادي نضيف هنايا معلقه عامره ديال الخل الدور ديالو تيزيد يعطينا التورق حتى يساعد العجينه تجي مرقه في هذا العجين هذه. صافي ضفت هنا واحد المعلقه ديال العسل. ما عندكمش العسل غادي تضيفوا المعلقه ديال السكر سنيده. ضفت ايضا الملحه، وغادي نضيف واحد 3 معالق حتى ل4 ديال الزيت. صافي هنايا بديت نعجن ونتفكر الزيت، عاد رجعت عاوتاني جبت الزيت. هنايا الماء انا الماء ما يكونش بارد بزاف، يعني الماء ما يكونش الماء دابا الحال بارد، يعني ما تستعملوش الماء، غير دفيوه هكا غير شي شويش. صافي انا غادي نجمع العجينه. غادي نجمعوا العجينه ديالنا بهذه الطريقه. المهم كلشي راه تيعرف يعجن، ولكن انا متاكده لا جربتوا هاد العجينه هذه وحضرتوا هاد الصراحه هاد العجينه حضرتوا بها هاد البسطيله، غادي تولي عندكم معتمده. غادي تستغنوا على الورقه، ما غاديش تبقاو تشريوها نهائيا، انا متاكده، لان حقا تتجي زوينه وتتجي مرقه وتتجي واحد المذاق ديالها ولا الحشوه تتجي بنينه. المهم غير تبعوا معايا التفاصيل وما تمشيو حتى بلاصه، تبعوا معايا الفيديو. صافي هنايا غادي ندلك العجينه غير شي شويه، غادي نجمعها وندير لها شويه ديال الزيت، وغادي نديرها في واحد بلاستيكه على ما نوجدوا الحشوه. صافي هنا غادي نخليها ترتاح، وغادي ندوزو نحضروا الحشوه. هنايا جبت واحد المقله ولا هكا شي طنجره صغيره. ضفت فيها شويه ديال الزيت وواحد شويه ديال الملحه، وغادي نضيف 2 حبات ديال البصله. ضفت البصله في الاول تشحر، وعاد غادي نضيف عليها حبه ديال فلفله خضراء، واحد 2 حبات ديال الخزيوات اللي عندي محكوكين. كان عندكم القرعه غادي تزيدوا القرعه، ما كانش عندكم غادي تستغناو عليها. دابا كلشي طالع، لا خزو لا قرعه، ولكن القرعه حتى الصراحه القرعه طالعه بزاف. صافي انا غادي نضيف ديك حبه ديال الخزو مع ديك الفلفله. من بعد ما طحطنا البصله غادي نضيف هنايا واحد شويه ديال الصدر ديال الدجاج ولا لادانت، يعني اللي كان عندكم هكا موجود، واخا غير شي 10 دراهم ديال الصدر ديال لادانت. غادي تعمر لكم هاد البسطيله. هنايا غادي نذكر معكم التوابل. عندي هنايا شويه ديال الابزار، شويه ديال الفلفله حمراء، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال السكنجبير،
وشويه ديال السودانيه، وعندي العطريه ديال البسطيله. العطريه ديال البسطيله من احسن، من تجيو تاخذوا العطريه ديال البسطيله غتاخذوا هذيك البيضه تتكون منسمه. صافي غادي نخلط مزيان، وغادي نضيف عليهم شويه ديال المعندلوس. وهنايا الشعريه ديال الصني، الشعريه الشينواره عندي مسلوقه، غادي نضيفها فوق هاد الخضره اللي شحرنا مع ديك الصدر ديال الدجاج. غادي نضيف عليهم شويه ديال الزيتون مقطع، واحد الطرف ديال الحامض مصير. هنايا صافي غادي ندخل هاد العطريه فهاد الشعريه الشينوا، وغادي نطفي على البوطه ولا على النار. يعني غير تنضيفوا الشعريه صافي تنطفيو على البوطه، غير على ما نخليوها هكا الشعريه نخليوها هكا تاخذ ديك التوابل. غادي نطفيو على النار. غادي نشوفوا ندوزو دابا العجينه ديالنا. خليت هنايا الشرموله ديالنا هكا المهم خليت الشرموله ديالنا خليتها تبرد، وغادي ندوزو نشوفوا العجينه. هنايا العجينه قطعتها لقطاعات اللي هما صغار على الشكل هذا، على حسب الصينيه اللي عندكم. هنايا باش غادي نورق، انا هنايا ما استعملتش الزبده ديال التوريق، استعملت غير الزبده عاديه ديال العبار. بغيتو التوريق اكثر غادي تستعملوا الزبده ديال التوريق ولا الزبده ديال المارغالين. انا هنايا غير الزبده ديال العبار، ضفت لها معلقه عامره ديال النشا، وصافي غادي نورق بها هاد العجينه مع الزيت. غادي نورق به. انا هنايا غادي نستعملها في هذه فلاطه ديال البسطيله. هذه جبرتها تتباع في واحد المحل واحد اللي عنده هذيك ديال البسطيله. هو جا في المهم اللي ساكن هنايا في فاس. المحل اللي جا في واندو هو الاول. الصراحه شحال وانا تنقلب على هذيك ديال البسطيله، سميتو عليها هاد اللاطه ديال البسطيله. ودابا عاد المهم عاد جبرتها هي هذيك. قلت علاش ما نحضرش معاهم نجرب معاهم هاد العجينه هذه، ونجربها في هاد اللاطه. صراحه هاد اللاطه هذه زوينه، ننصحكم صراحه تشريوها. تيجي بها صراحه تستعملها لاي حاجه بغيتي ديري بها كتلكيكه. ان شاء الله دابا نحضر معكم بها الكيكه. المهم اخوتي انا راني عاد خديتها وصافي، جربت بها هاد البسطيله الكذابه. هذه هي البسطيله الكذابه ولكن تتجي حسن من الورقه، غير صدقوني. العجينه تتجي حسن من الورقه. صافي هنايا بديت تنورق العجينه، وهنايا تنورق بالزيت وتنضيف الزبده اللي عندي فيها النشا. انا قلت لكم بغيتوا التوريق اكثر غادي تضيفوا الزبده ديال التوريق، انا ضفت غير الزبده عاديه باش ما نكذبش عليكم، ولا ضفت الزبده عاديه. هنايا تنبقى نضيف على الشكل هذا. المهم الفيديو راه واضح. تنبدا نضيف العجينه بحال اللي هنا في هذه اللحظه هذه راه طاحت لي ديك الصينيه في الارض مع البوطاجين صغير. والله العظيم الا عصبني. بحال دابا هكا ما تجي تورق العجينه ولا شي حاجه تيعصب، خصك تحط هكا الصينيه في شي بليصه ولا المقله. المهم تتعصب الصراحه والله. هنايا ضفت هنايا في الاول 3 في الجناب، وغادي نضيف وحده من الوسط كما تتشوفوا معي. هنا كما تشوفوا معي هنايا ضفت 3 في الاول، ضفت يا ربي 4 في الاول، وضفت وحده فرشتها في الوسط، وغتبقى لي وحده غادي نغطيو بها هذيك العجينه. هنايا ما عندكمش هاد المقله هذه ولا هاد اللاطه هذه ديال البسطيله، غادي تضيفوه غير في المقله ديال الحرشه. صافي هنايا غادي نجيب انا شويه ديال الموتزاريلا. هنايا تلقى اختياري هاد الموتزاريلا، بغيتوها ما بغيتوش استغناو عليها، ولا ضيفوا هذاك الفرماج ديال الساندويتشات هذاك المربع حتى هو تيجي زوين في هاد البسطيله ولا في هاد الحشوه هذه. صافي ني غادي نبدا نجر على الطريقه هذه كما تشوفوا معي. هنايا كما قلت لكم ضفنا 4 في الاول والجناب ديالهم طايحين، وضفنا وحيده في الوسط، وعاد غادي نضيفوا وحده من الفوق. هي هذيك 6 اللي جاو. صافي هنايا غادي نبدا
وكل ما تنجمع تندير شويه ديال ديك الخليط ما بين الزبده والنشا. هنايا بقات لي هاد العجينه هذه وحيده، هذيك نورقها مزيان وغادي نغطي بها من الفوق. المهم الفيديو راه شارح راسو براسو، غير تنبغيو هكا المهم تنبغيو هكا نشرحو لكم وصافي. شو سبحان الله، الفيديو هذا شحال هادي هو عندي، وشو سبحان الله عاد كنت ندير له المونتاج. انا كما تشوفوا معي هنايا صافي، هنايا غادي نبسطها مزيان وغادي ندهنها غير بالزبده. هنايا الفران ديالكم ضروري يكون سخون مزيان، يعني شعلوه من قبل وخليوه يسخن مزيان حتى يسخن، وعاد دخلوا ليلو هاد اللاطه هادي. المهم عاد دخلوا ليلو البسطيله. صافي دهنت بالزبده مزيان وغادي ندخلها للفران. هنايا بعد ما دخلتها للفران هانتوما كتشوفوا كيف الدجاجه تبارك الله كبيره وتتجي مرقه. والصراحه جات واحد جات حسن، تتجي حسن من الورقه. فعاد غادي نشريو الورقه بواحد الثمن اللي هو باهظ، مع دابا حتى الورقه راه مزادوا فيها. نحضروا هاد العجينه هادي غير بهذا بسميتو عليها. نحضروا هاد العجينه غير المهم نحضروا هاد سميتو عليها هاد البسطيله غير بالعجينه. المهم ما تديوش عليا، راه المونتاج راه صايب، راه شحال من حاجه راه كنتلفوا فيها باش انا تنقول لكم شجعونا. صافي هنايا زينتها بشويه ديال الحامض، وزينتها هنايا بواحد شويه ديال الفرماج. وغادي تشوفوا معايا ديك الموتزاريلا اللي ضفنا من الفوق كيفاش تتجي الصراحه، تعطيها واحد التعليكه. وبسطيله ديالنا تتجي مرقه وتتجي زوينه. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وجربوها على ضمانتي، تتجي واحد الحاجه ان هي طوب طوب. والى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله.